أكيد أجواء الفرح الآن في ملعب راديس بعد التأهل فريق الوداد الرياضي لنهائي السوبر ليج بعد أول مشاركة له في هذه النهائي. أكيد الجماهير التونسية الآن صفقات، يعني كما كنقول صفقات للاعبين بعد هذا الأداء اللي جميل بين اللاعبين. فهنيئا هنيئا للوداد الرياضي ممثل كرة القدم المغربية. يعني كنتمناو ان هذه الفرحة هذه فرحة هستيرية الآن بملعب راديس، فرحة كل المغاربة بهذا التأهل التاريخي لفريق الوداد الرياضي. كما كنقولوا قدامنا قدام الربح. هنيئا لفريق الوداد الرياضي المغربي بهذا التأهل التاريخي. فرحة الآن يعني بين اللاعبين. مباراة اللي تنتهي الآن في روح رياضية، يعني مباراة تنتهي الآن في روح رياضية بين لاعبين فريق الوداد الرياضي. فجد فرحين. تنشوفوا عملود كيجري العملود الكوربة باش يحييها. العملود كيجري. فرحة اللاعبين مع الجماهير، هنيئا للوداد الرياضي. فكما كتشوفوا معنا فرحة هستيرية الآن. مدرجات ملعب راديس، احتفالات اللاعبين مع الجماهير. وكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فرحة متبادلة بين اللاعبين والجماهير. هنيئا لفريق الوداد الرياضي بهذا التأهل التاريخي كأول فريق مغربي يلعب السوبر ليج الافريقي. كنتمناو لما لا التتويج بهذا اللقب في النسخة ديالو الأولى. يعني التأهل ما كان سهل أمام خصم قوي، أمام الترجي التونسي. يحيى جبران يعني كما كتشوفوا كيحيي الجماهير التونسيه كذلك. طريقه جميله من العميد يحيى جبران، فكيحيي الجماهير التونسيه. عناق حار بين عادل رمزي ويحيى جبران. لاعبي الوداد الرياضي يحيون الجماهير. تصفيقات من الحضور يعني بعد فوز لاعبي الوداد الرياضي. ثلاث لاعبين. حيمود تتحول الكابو في هذه اللحظات. برافو عادل رمزي، صراحه عادل رمزي قرا مزيان الخصم ديالو، قرا نادي الترجي التونسي، عرف كيفاش يجيري المقابله، عرف كيفاش كما كنقولوا يدومينيو الماتش. يعني فريق الوداد الرياضي هذا هو الوداد الرياضي اللي كنعرفوا، هذا هو الوداد الرياضي اللي كيعرف كيفاش يدوميني الماتش. فمباراة انتهت بأجواء رياضية. يعني
ولا كلا قصص. عندك كل شيء غادي ناخذ.